السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة سهلة وسريعة في الحر دوت. هنعمل ايه؟ الايس كريم بمكونات سهلة وبسيطة ومش مكلفة يعني، وهنعمله بكذا نكهة. ايه المكونات معانا؟ معانا كريم شانتيه، لبن محلى مكثف انا عاملاه في البيت، ولبن يكون متلج حاطينه في الفريزر متلج او في التلاجة ساقع جدا. النكهات بتاعتنا معانا هنا هوت شوكليت، ده هنعمله الشوكولاته، ودوت نكهه النسكافيه، وتانك مانجا لنكهه المانجا. تمام كده. ودي الفانيليا، نكهه الفانيليا. يبقى هنعمل فانيليا ومانجا وشوكليت ونسكافيه. تمام. هنقول ايه المكونات بتاعتنا. هنبدا بسم الله. هنحط هنا ادي معانا بوله فاضيه، بالشكل ده. هنحط هنا معلقتين كريم شانتيه خام بودر. عايزه تضافي الكميه مفيش مشاكل. هما 2 كريم شانتيه، 2 لبن، 2 حليب محلى مكثف. ادي وادي تاني كوبايه كريم شانتيه البودر بالشكل ده. ادي كوبايتين. اللي عايز يضاعف الكميه يضاعف. هنحط ايه؟ هنحط كوبايتين لبن متلج، ادي اول مج معانا. وادي تاني كوبايه، لازم يكون متلج. هنعمل ايه؟ هنضربه بالمضرب لغايه ما نشوف القوام بتاعه معانا. هنقلبه كده شويه بس عشان الكريم ما يطيرش مننا. شغل المضرب بالراحه. وادي القوام بتاع الكريم شانتيه بتاعنا، احنا ضربناه باللبن بس. وادي الحليب المكثف معانا، هنحط كوبايتين يبقى 2 لبن، 2 كريم شانتيه بودر خام، 2 حليب محلى مكثف. انا عاملاه في البيت وهقول لكم على طريقته. ده كيلو لبن عليه كوبايتين من دولت سكر، وضربتهم كويس قوي وحطيتهم على النار، وبس كنت موطيه عليهم ومخليه بالي عليهم. تمام كده. ادي اول مج معانا الحليب بالشكل ده. هنضربه شويه وبعد كده هنحط تاني مج معانا. وادي تاني مج معانا حليب المكثف، وهنشغل كده. احنا خدنا من الكريمه ديت جزء هنا، هنعمله ايه؟ هنعمله بنكهه النسكافيه بالشكل ده، حسب بقى ما تحطي انتي. اهو طعمه جميل جدا. انا مش هحط الكيس كله، او على حسب الكميه اللي انت بتعمليها. اهو ادي النكهه. اول نكهه معانا دي نكهه النسكافيه، وادي اول نكهه عملناها مع بعض نكهه النسكافيه بالشكل ده. هنغطيها ونعمل النكهه اللي بعدها. هنعمل ايه؟ النكهه الثانيه هنعمل المانجا. تمام كده. هنعمل نكهه المانجا. وادي تانك المانجا معانا اللي انا قلت لكم هنعمل نكهه المانجا حسب بقى ما تحبي اللون بتاعها. بصوا حبايبي، انا حسيت ان اللون مش واضح قوي، وانا ما عنديش لون غذائي. لون المانجا لون برتقاني، فانا عندي بودره زعفران هحط يعني حبه صغيرين جدا. اهو هنحط حاجه بسيطه قوي، هي مش بتغير الطعم ولا حاجه، بس فكرتها كويسه يعني. هنقول ايه؟ رشه صغيره، رشه بسيطه.
هتدينا لون جميل قوي، حسب برضو ما تظبطي اللون معاكي مع التانك مانجا. لو عندك اللون الغذائي حطي منه. بتاعتنا احنا حطينا عليها يعني اقل من ربع معلقه زعفران. بصوا مش مغيره اللون خالص وطعمها جميل. وحطينا التانك المانجا حسب ما تشوفي انت الدرجه بتاعه اللون بتاعتك، ظبطي الدرجه بتاعتها. وعايزه اقول لكم ان الزعفران فكرتها حلوه قوي في الايس كريم المانجا ومش بتغير في الطعم خالص، وهتجربوها واكتبوا لي في الكومنتات. وادي تاني طعم معانا عملناه المانجا، هنعمل تاني نشوف هنعمل طعم ايه تاني. اخر نكهتين معانا الشوكليت الهوت شوكليت والفانيليا. تمام كده. ادي هنحط الاول الفانيليا، يا اما فانيليا بودر يا اما الفانيليا السايله. ادي الفانيليا. هنحط كيس تاني عشان النكهه بس تبان فيه. حسب الكميه اللي انت بتعمليها، عايزه تضعفي الكميه ضعفيها، خليه 3 كوبايات، 3 كوبايات كريم شانتيه، 3 كوبايات سكر، 3 كوبايات حليب محلى مكثف. ادي الفانيليا، هنفضي كده الفانيليا في العلبه بتاعتنا. وادي النكهه الاخيره بتاعتنا اللي هي الهوت شوكليت، حسب برضو اللون بتاعنا بيديها طعم احلى من الكاكاو والنسكويك، يعني الهوت شوكليت النسكويك. تمام كده. ظبطي بقى انت اللون زي ما انت عايزه. بصوا حبايبي، انا حطيت كيس الهوت شوكليت على الكريمه على الاساس بتاعنا اللي هو الكريم شانتيه والحليب المكثف واللبن، بس حسيته فاتح فقلت اجيب اجيب نسكويك برضو بيبقى جميل قوي. هنحط شويه نسكويك بيديله طعم حلو برضو. ممكن تعمليه بنسكويك بس الهوت شوكليت بيديكي طعم الشوكليت كده جميل قوي. احنا عايزين بس نغمق شويه اللون، ولو ما غمقناهوش طعمه يعني ما شاء الله جميل جدا. بصوا حبايبي، ادي نكهه الشوكليت. بصوا تحسوا ان النسكويك عامل فيه بصوا مخرزاه ازاي، جميل جدا، يعني طعمه حلو قوي ان هو مش دايب فيه اهو. بصوا اهو. هنحطه بقى، ولازم من 4 ل 6 ساعات في التلاجة في الفريزر، ولما يجمد معانا في الفريزر الوقت بتاعه انا هقدمه معاكم واوريكم شكله. وادي حبايبي بصوا انا حطيت هنا الشوكليت مع الفانيليا عشان ولادي مش بيحبوا الفانيليا قوي، فانا عملت الفانيليا اقل من الشوكليت. وادي المانجا وادي النسكافيه، يعني جربوا النسكافيه هيعجبكم جدا. وادي الايس كريم بتاعنا. ولو عجبتكم وصفه الايس كريم بتاعتي ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالف هنا وشفا، وانا هوريهولكم في التقديم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وادي حبايبي الايس كريم بتاعنا بعد ما طلعناه من الفريزر بعد ما جمد معانا. ادي المانجا، بصوا جميله ازاي. انا هقدمها معاكم. بصوا تحسوها ان هي كريمي خالص اهي. انا هحطها بالمعلقه بتاعتها بتاعت الايس كريم، بس انا حبيت اوريها لكم بالشكل ده. وادي النكهه اللي احنا عملناها التانية ديت النسكافيه. تمام كده. والعلبه الثالثه اللي هي الشوكليت والفانيليا. تمام. انا هقدمها معاكم اهو دلوقتي. بسم الله. بصوا تحسوه يعني مش متلج ولا حاجه، ما شاء الله عليه، كريمي خالص بالشكل ده. بصوا حبايبي ادي النسكافيه، نكهه نسكافيه اهي. احنا لسه بنحط النسكافيه اهو زي ما انتم شايفين، ولا متلج ولا اي حاجه، ما شاء الله القوام بتاعه جميل جدا. هنحط المانجا وادي المانجا
اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها. ادي المانجا بنحطها مع بعض اهو. عايزه اقول لكم ان طعمها جميل جدا. فكره المانجا بالتانك ديت بالقليل من الزعفران بصراحه تحفه ما شاء الله، جميله جدا. انتوا هتجربوها وهتعجبكم باذن الله. ما تنسوش بقى لو عجبتكم وصفه الايس كريم بتاعتي ديت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. الايس كريم بتاعنا قدمي بقى حسب ذوقك انتي، باي مكسرات، باي شوكولاتات، اي حاجه قدميها بيه. انا حطيت عليه الشوكولاتات ديت. ولو عجبتكم وصفه الايس كريم بتاعتنا هتعجبكم ان شاء الله، جميله جدا وكريمي خالص، يعني مش عايزه اقول لكم على جماله ما شاء الله عليه، تحفه بجد. ومش متلج ولا اي حاجه، تحسين ان هو كله يعني كريمي. لو عجبتكم وصفه الايس كريم ما تنسونيش في اللايك واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.